الليلة دي في دوري أبطال أوروبا ماتشات قمة في الإثارة وقمة في المتعة وقمة في الاستغراب، حاجات غريبة بتحصل في الماتشات. كان عندنا ماتشات مهمة النهاردة. أتلتيكو بيكسب فوز بيت الإنتر في الثواني الأخيرة، الوقت بدل ضايع. 2-1 فوز مهم لأتلتيكو مدريد على ملعبه متروبوليتانو. الماتش التاني أرسنال بيكتسح بايرن ميونخ 3-1 على ملعبه. طبعا كان بيلعب في ملعب الإمارات. فيعني كان ماتش كبير للأرسنال. أرسنال كل شوية بيثبت اللي هو أحسن من أفضل الفرق في العالم من الموسم دوت. عندنا باريس بالخمسة، هاتريك فيتينيا بيكسب توتنهام 5-3. ماتش سيناريو غريب عجيب، كمية في الأهداف، كمية في الإثارة. يعني ماتشات غريبة جدا. الجولة دي الجولة الخامسة ليفربول بيخسر في الأنفيلد 4-1 من بي اس في اندهوفن الهولندي. نتيجة كارثية. ليفربول المستوى ده بيلعب في الأنفيلد ملعبه بيخسر 4-1 من بي اس في اندهوفن الفريق الضيف. فيعني نتيجة غريبة وأداء سلبي. يعني الجولة الخامسة بصراحة أغلب الأندية الكبيرة بتعك. السيتي، ليفربول، برشلونة. الماتش الأخير كان عندها ريال مدريد بيلعب أولمبياكوس اليوناني خارج الديار 4-3 بالعافية. طبعا سوبر هاتريك كيليان امبابي المحظوظة، ده مستر بلنتي جاب سوبر هاتريك كيليان امبابي. 4-3 بيفلت من فخ أولمبياكوس اليوناني. كان ممكن يتعادل وكان ممكن يخسر برضه. دفاع الريال كارثي كالعادة. فدي أغلب النتائج. فأنا شايف الجولة دي فيها نتائج سلبية. الفرق الكبيرة فيها حاجات كارثية. الفرق الإنجليزية، نص الفرق الإنجليزية فايقة، الأرسنال وتشيلسي. باقي الفرق الإنجليزية السيتي وليفربول نتائج سيئة جدا، أداء كارثي. توتنهام نفس الفكرة. فيعني برضو أسبانيا، برشلونة نتيجة كارثية. برشلونة في مرحلة انهيار. هانز فيليك بيقول تصريحات امبارح هو بعد الماتش احنا كنا مدافع كويس. كان بيتفرج على ماتش تاني ده ولا ايه مش عارف. تعليقات غريبة وكومنتات غريبة. فيعني انتظروا فيديو يغطي الأحداث دي كلها، بداية الجولة وكمان دوري الأبطال. إن شاء الله نغطي أحداث الأسبوع ده، انتظروا الفيديو ده على طول. فده كان جولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، جولة بعنوان استغراب وغرابة وإثارة وانهيار للفرق الكبيرة والأسماء الكبيرة. فيعني علامة استفهام على الفرق الكبيرة. والفرق اللي ماشية بأداء كويس زي تشيلسي وأرسنال دول برضو علامة تعجب. يعني شابوه الفرق الإنجليزية اللي ماشية كويس. فده كان دوري أبطال الجولة الخامسة. مستنيين انتظروا فيديو يغطي الأحداث، هنتكلم بالتفاصيل.